اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه ديال واحد المغربي وجزائري عاشوا واحد التجربه اللي مرعبه في واحد الغابه قديمه في منطقه القبائل. هاد القصه هادي بدات ملي قرر سعيد شاب مغربي من فاس يسافر للجزائر باش يكتشف الطبيعه. كان كيحب المغامرات. ومن جهه اخرى يوسف شاب جزائري من تيزي وزو كان حتى هو كيحب يكتشف اماكن جديده في بلاده. في واحد النهار تلاقاو في واحد المحطة من المحطات الطرقية وقرروا باش يديروا واحد الرحلة مشتركة في وحدة من الغابات الكبيرة المعروفة في القبائل اللي كانت مشهورة بجمالها، ولكن كانت عندها واحد السمعة اللي ماشي مزيانة، حيث كاينين اللي كيهضروا على أرواح غريبة وأحداث خارقة للطبيعة. دخلوا للغابة في واحد الساعة اللي متأخرة نوعا ما، وهما داخلين مع مرور الوقت الأجواء بدات كتغير والسماء ولات مغيمه، وجات واحد الريح اللي قويه بزاف، وكانوا كيسمعوا بعض الاصوات اللي غريبه كانها شي خطوات ديال البشر وشي حاجه اللي كتقرب لعندهم وكتعاود تبعد. ولكن رغم هذا الشيء كامل قرروا باش يكملوا الطريق. من بعد ساعات ديال المشي شافوا واحد الضوء اللي غريب بين الاشجار. كان واحد الضوء اللي قوي ولكن ماشي طبيعي. ملي شافوه قربوا لعنده، ولكن الصوت الغريب اللي سمعوا حتى هو زاد، وشي حاجه بقات كطاردهم بين الاشجار. في واحد اللحظه حسوا بواحد الحاجه اللي غريبه كتدور معاهم وبواحد السرعه اللي كبيره، كأن حتى الريح فيها شي حاجه غير طبيعيه. يوسف سمع شي همسات كيدوزو معاه، بينما سعيد شاف بعض الظلال اللي كتحرك بين الاشجار. حاولوا باش يهربوا باسرع ما يمكن، ولكن مفاجاه ان الضباب الكثيف وبداو كيحسوا بشي حاجه مخيفه. ومن بعد واحد الوقت اللي طويل ديال الهروب وصلوا لواحد النقطه في الغابه، والضباب بقى كيقل وسمعوا حتى الصوت ديال الغربان. في الاخير مع هادشي كامل اللي طرا ليهم خرجوا من الغابه. من بعد ما خرجوا من الغابه سعيد ويوسف كانوا مصدومين، وحتى واحد فيهم ما قدر يشرح الموقف اللي عاشوا. حسوا براسهم وكانهم عاشوا شي حاجه اللي خارقه للطبيعه، كأنهم شافوا واحد العالم آخر. ولكن مع مرور الأيام بداو كيفكروا في الأحداث اللي وقعت لهم، وكل واحد فيهم كان كيشك في شي حاجة. يوسف كان كيقول لسعيد إلا كانوا هاد الأمور حقيقية واش هاد المكان فيه شي حاجة خارقة. يوسف كان كيحاول يلقى شي تفسير منطقي، ولكن للأسف ما لقاو حتى شي جواب. في واحد النهار قرروا باش يعاودوا يزوروا نفس الغابة، ولكن هاد المرة كانوا مستعدين بزاف. داو معاهم كاميرات وأدوات ديال البحث، وكانوا مقررين باش يكتشفوا الحقيقة. ولكن في بالهم كانت الشكوك كتزاد. وصلوا للمكان اللي بداو كيسمعوا فيه الأصوات الغريبة، وكان كل شيء ساكت. ولكن في واحد البلاصة كانت قريبة ليهم حسوا بشي حاجة اللي غريبة أكتر. حاولوا باش يتبعوا الصوت، ومع كل خطوة كيخطوها الضباب كيزيد يغطي لهم عينيهم، يعني بحال الا كاين شي قوة كتقول لهم حبسوا ما تزيدوش تكملوا الطريق. وفجأة واحد الضوء اللي قوي بزاف بان لهم قدامهم، وكانوا كيحسوا بشي حاجة اللي ثقيلة في الأجواء، كيحسوا بشي طاقة اللي كبيرة بزاف كتدور عليهم. يوسف كان غادي يقول لسعيد لازم نمشيو فحالنا، ولكن قبل ما يخرجها من فمه وقبل ما يقول اي حاجه السماء بقات كتظلام والريح بقات كتجيب واحد القوه. ومع مرور بضع ثواني وقعت واحد الحاجه اللي مفاجئه. هذاك الضوء اللي شافوا بعيد عليهم شويه قرب لعندهم بواحد الشكل اللي مفزع، وواحد الصوت اللي غريب بقى كيتردد في المكان كانه شي حاجه اللي خارقه للحواس البشريه. من بعد واحد اللحظات اللي قليله بلا ما يحسوا حتى لقاو راسهم في البلاصه اللي بداو فيها، يعني بحال الا ما تحركوش من بلاصتهم، وبقاو ما فاهمين والو. في اخر المطاف خرجوا من الغابه، ولكن هاد المره كانوا خايفين بزاف وكانهم خرجوا من واحد الكابوس، يعني خرجوا من واحد البلاصه اللي ما فهموا فيها والو. وقرروا باش من ديك النهار ما يعاودوش يمشيو للغابه. ولكن من بعد ما خرجوا من الغابه ما قدروش ينساو داكشي اللي وقع ليهم. سعيد ويوسف كانوا مترددين في التفسير ديال هاد التجربه اللي عاشوا، وكل واحد فيهم كانت عنده واحد الفكره خاصه في باله. سعيد كان كيشكك في كل شيء، وكان كيقول ليوسف هذاك الشيء اللي وقع لينا راه يمكن كان غير وهم وغير خيال وغير زياده في التفكير. اما يوسف فكان مقتنع انه شي حاجة غريبة كانت في الغابة، واحد الحاجة اللي ما تقدرش تفهمها بسهولة. دازوا أيام وأسابيع ولكن ما قدروش ينساو داك الشيء، وكل ما فكروا في الموضوع الشكوك ديالهم كتزيد. واحد النهار قرروا باش يزوروا واحد الشيخ في مدينة تيزي وزو، كان معروف بالحكمة ديالو والمعرفة في الأمور الغامضة، وكيقولوا الناس أنه عارف بزاف على الأرواح والأماكن الملعونة. مشاو لعنده وبداو كيحكوا ليه التجربه اللي عاشوا. الشيخ بطبيعه الحال سمع ليهم باهتمام، قال لهم هذاك الشيء اللي شفتوا في الغابه ما هوش مجرد خيال، نتوما كنتوا في واحد البلاصه اللي ما يقدرش يدخل ليها الانسان العادي. هذيك البلاصه بلاصه مشهوره عند اجدادنا كواحده من الاماكن اللي فيها واحد الطاقه اللي خارقه وفيها ارواح قديمه.
وان هذيك البلاصه راه كتقدر تفتح ليك ابواب لعوالم اخرى، ولكن ما كتستجب غير اللي قلبه طاهر وعقله صافي. الشيخ نصحهم باش عمرهم ما يعاودوا يمشوا لديك البلاصه، وقال لهم ان هاد التجربه هذه راه كانت تحذير لكم، وكان من الافضل لكم انكم تمشوا في طريقكم وتخليوا هاد الاسرار هذه في الماضي. ولكن سعيد ويوسف ما كانوش قادرين ينسوا الحكايه، وكانوا عازمين باش يعرفوا اكثر. قرروا باش يواصلوا البحث على الاجابه، ولكن هاد المره هذه كانوا مستعدين اكثر. جمعوا معلومات من الناس، قراوا بزاف ديال الكتب على الاساطير والخرافات، وتوصلوا الى ان الغابه في الحقيقه كانت كما قال لهم الشيخ كيوقع فيها امور ما يقدرش العقل البشري يفهمها. من بعد شهور من البحث قرروا باش ما يرجعوش للغابه، ولكن كانت تجربه خلات بصمتها في حياتهم، وبقاو كيردوا البال هاد المره من الاماكن المجهوله، وكل واحد فيهم استمر في حياته. ولكن القصه ديال الغابه وهذاك الشيء اللي وقع لهم بقات مرسخه في عقلهم، والخلاصه هي ان الحياه مليئه بالاسرار، وكاين شي حوايج اننا ما نقدروش نفهموهم، وبعض الاماكن اللي كنعتبروها عاديه احيانا كتخبي وسطها اسرار كبيره واشياء اللي ما يمكنش تشرحها بسهوله. هذا الشيء اللي كان اخوتي، هذه قصه ديال مغربي وجزائري، الخوت الحباب اللي واحد ما كيدوز الاخر، مشاركين الطعام، مشاركين الدم، مشاركين التراب، مشاركين الدين. اولا المغربي هو جزائري وجزائري هو مغربي. الرساله اللي نوصل لكم من هذا الفيديو هذا هو خطيكم من اصحاب الفتنه، وما تكونوش منهم، وما تفرجوش فيهم، وما تردوش عليهم في التعاليق، وما تعلقوا لهمش. هذا الشيء اللي كاين. شكرا بزاف لكم على المشاهده. الا وصلت حتى لهنا ما تنساش دير لايك، بارطاجي الفيديو مع صحابك، وما تنساش تكتب لنا في التعاليق خوا باش نشوفوا شكون اللي وصل معنا حتى لهاد البلاصه هذه. شكرا بزاف لكم على المشاهده، لايك، البارطاج، اشتراك في القناه الا كنتي جديد معنا. نتلاقاو ان شاء الله في شي قصه اخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.